السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف منيرة. اليوم باش نوريكم طريقة تحضير غريبة الذرع، غريبة السنة والعادة. المقادير: كيلو ونص ذرع مرحي، لتر زيت، 300 جرام جيجلان، 750 جرام فرينة، 300 جرام كاكاوية مقلية، 400 جرام سكر محور، كاستي عطرشية، مغرفة كبيرة قشور برتقال مرحي، زوز باكوات سكر فانيليا، باكو خميرة تاع جاتو. ونبداو. أول حاجة ناخذ شقالة كبيرة وناخذ غربال الجويد ونصبوا فوقه 400 جرام سكر محور ونغربلوه كيما هكا باش نحيو كتكعبيرة اللي في السكر. نزيدو عليه زوز باكوات سكر فانيليا والخبيرة وقشور برتقال مرحي. ونخلطوهم شويه بيدينا. ونصبوا إترة زيت زيتونه. وراي غريبة الذرع تستهلك زيت اكثر من غريبة الحمص على خاطر الذرع يشرب برشا زيت. ونزيدوا كاس طاي عطرشيه ونبداو نحلو بكف يدنا كيما هكا، نقعد نحركو حتى تولي كيما الكريمه. وتوا ناخذ مره اخرى الغربال ونغربلو كيلو ونص ذرع. ومن بعد نزيدو عليه كمية فرينة وكيف كيف نغربلوهم مع بعضهم. تو نبدا نخلطو بكفوف يدينا بالطريقة هذه. وبعد نبداو نعركو فيها بيدينا. وتو كيفاش نعرفوا كمية الزيت كافية؟ ناخذوا شوية كعجينة ونكعبروها بيدينا وتتلم وتحصلوا على القوام هذا. ونبتكوها كيما هكا ونغطيوها ونخليوها ترتاح ليلة كاملة حتى الغدوة. وتو من غدوة ناخذوا بالعجينة الغريبة ونبداو نرحيو فيها بالماكينة. وراو لازم نرحيوها 3 مرات حتى وين تقر زيتها. وتو بعد ما كملنا رحيناها نزيدوها 300 جرام جيجلان مقلي و300 جرام كاكاوية مهروشة. وتو بعد نخلطوها بالطريقة هذه. وراو ديما الجيجلان والكاكاوية ما نحطهمش وقت الرحياء، نحطوهم اخر حاجة وقت كيف نكملوا الرحياء باش تقعد كعبة الكاكاوية وكعبة الجيجلان تم بدينا في الفم. خاطر كي نحطوها في الرحاء راية الكاكاوية ولا اللوز ولا اللي عندك راية الرحياء ما عادش تعطي بنا، ما عادش تعطي قرميشة في الفم. وبعد نعرقوها بالباهي. ونبتكوها على جنب كيما هكا. تو ناخذ طبق ونرشوا عليه شويه جيجلان باش نحط عليه الغريبه من بعد. وتو ناخذ قطايه نتاع حكه شاميه ونبداو نحطوا فيها عجينه الغريبه. ونوزعوها بالباهي على دورة القطايه ونبداو نبتكوا فيه كبدينا. ومن بعد ناخذ بقلقال وكيف كيف نقعد نمشيو فيها ونجيب حتى وين تتبتك وتولي فرد سمك.
اخر حاجه نضربوها هكا شويه بيدينا باش تقر زيتها وتعطي اللقه. نبداو نصيغوا فيها، ناخذوا القالب اللي عندك ونبداو نصيغوا بالكعبه بالكعبه. شوف ما شاء الله الكعبه كيش تطلع، ويطلعوا كل فرد حجم. واللي نحضروها نحطوها في الطبق، نعاودوا نفس الكرة حتى وين نكملوا كمية العجينة اللي عنا. ومن بعد طيبوها في الفور والا في الكوشة وين تحبوا نتوما، وتاكلوا بالشفاء وكل عام حيين بخير.